الليلة جيت ملخص الحلقة الخامسة من مسلسلنا اللي واكل الجو. انت من أحببت. نكمل من مطرح ما وقفنا. دجلة كانت واقفة بتقوله: يا عم فكك مني بقى، لا تدافع عني ولا تفكر فيا، أنا خلاص قررت أتجوز قدير. أركان هنا الصدمة لجمته، وقف باهت ومنظر عينه يقطع القلب، وهي خدت بعضها وطارت على قدير. قالت له: أنا بلغت أركان بالجوازة، وده فرح قوي إنه هيخلص من غلبي. لسه القدير هيتنفس، راح ناطط لهم أركان وهو شايط ونار غيرت الدنيا فيه، مسك في قدير وقاله: انت ازاي تفكر تتجوزها من ورايا؟ قدير حاول يهديه ويقول له: كنت هقول لك بس مفيش فرصة. لكن أركان ركبه ميت عفريت وقاله: انت مين أصلا عشان تفكر؟ دي لسه مراتي يا أستاذ. هنا دجلة باعت القضية وقالت له: جرى ايه يا أركان؟ انت انقذت حياتي بس ما اشتريتنيش عشان تقرر مين يتجوزني بعد ما تطلقني. انت رايح تتجوز الست بورتشينو وجاي تحاسبني انا؟ أركان حب يداري كبسته وقال لها: يا بنتي أنا خايف عليكي، ده أخوكي فيرمان كان هنا وقدير مش هيقدر يحميكي منه. وسابهم ومشي وهو بيطلع ناره في الأمن عشان دخلوا فكرة الحفلة، لغاية ما اكتشف إن طاهر هو اللي ممشي الليلة من وراه. أمه بقى كانت بتسمع من ورا الشيش وراحت تسأله: فكرة عمل فيك إيه؟ قال لها: ده لسه ملقاش وشيد تاني، ده جاب أخو دجلة عشان يهددنا. نرجع لدجلة وهي بتصالح قادر اللي كان حاسس إنه بيخطف مرات صاحبه، بس هي طمنته وقالت له: عمره ما اعتبرني مراته يا قدير. وفي الناحية التانية بورتشين كانت عايزة تخرج تحتفل، وأركان صدمها وقال لها: تعبان ومروح، أخوه طاهر حب يعمل فيها شهم وقال لها: أنت تستاهلي حد أحسن منه. بس هي ردت عليه قالت له: عارفة إنك بتحبني من وإحنا عيال، بس الحب ما بيتشحتش، وأنا بحب أركان وهستحمله. لما وصل أركان أوضته لقى دجلة عايزة تهرب وتنام بره، قال لها: مفيش نوم غير هنا. قالت له: يا عم أنت خاطب؟ رد عليها ببرود: خاطب بس لسه ما اتطلقتش، والباب ده يتقفل كأنك في أوضة تانية. هي عندت وقالت له: أنام مع المعيز ولا أنامش معاكي في حتة واحدة؟ راح شايط فيها وقال لها: امتى لحقتوا تتفقوا على الجواز؟ قالت له: مش انت اللي قلت لقدير دجلة أمانة عندك لما تسيبني؟ أركان هنا قعد يشتم في نفسه، وفي اليوم اللي فتح فيه بقى بالكلام ده ودجلة كملت عليه وقالت له: انت خدعتني ومضيتني على ورقة الطلاق، ودلوقتي جاي تحاسبني؟ لسه هتمشي. مسك ايدها بس في الاخر ساب لها الأوضة ومشي هو. وعلى سيرة المشاكل، انجي اكتشفت ان عقد الألماس بتاعها طار، والخدامة حواء قالت لها: هنشوفه راح فين. أما طاهر فكان شغال تأديب وتهديب مع أسعد فوق الهضبة، خلاه يقلع هدومه في التلج وقاله: البرد ده هو غضبي عليك، ومن هنا ورايح لو فتحت بوقك تاني هخليك تقلع في نص الشركة. بالراحة على الراجل. المهم قدير راح يشوف جيفان، لقاها فص ملح وداب. الحقيقة إن جيفان راح لدجلة ورعبها وقال لها: أركان رماكي زي الزبالة ورايح لخطيبته. وهي عشان تقهره قالت له: أنا هتجوز قدير أول ما أركان يطلقني. جيفان اتصدم وقال لها: أنت فاكرة نفسك لعبة؟ الاتنين أسوأ من بعض. وطلب منها تروح للقدير وتقنعه إن أخوها جيفان هو أهم حاجة عندها وإلا مفيش جواز. بورتشين كانت قاعدة بترسم لأحلامها وفستان فرحها، وأركان كان معاها في جسمه بس عقله مع دجلة، وفستان فرحها القديم وضحكتها اللي كانت من القلب. سابها وقام ينام من كتر التفكير. قدير لقى جيفان مع دجلة وهما خارجين من القصر، رفع السلاح وكان هيخلص عليه، بس دجلة وقفت في النص وقالت له: استنى يا قدير، ده تاب وندم وفرحان بجوازنا جدا. وجيفان كمل الفيلم وهز راسه بالموافقة، قعد يمثل دور الملاك البريء ويبارك لقدير. بس قدير قلبه مش مطمن وحاسس إن في الموضوع. سألت دجلة على انفراد: يا بنتي جيفان ده هددك بحاجة؟ بس هي كبرت وأنكرت كل حاجة عشان الدنيا تمشي. وعلى سيرة روايح رمضان اللي بتجمعنا، دجلة دخلت المطبخ عشان تتسحر، لقيت حواء الخدامة هناك وبتقولها: يا ضنايا معلش نمت ومصحيتكيش. قعدوا مع بعض ودجلة حنت لأيام أمها وقالت: دي أول مرة أتسحر من غيرها، كنا دايما مع بعض. حواء قلبها راق وقعدت تعيط معاها في مشهد يقطع القلب. بعدها بشوية دجلة خرجت الجنينة تقعد قدام فستان فرحها اللي دفنته تحت التراب. فجأة طاهر طلع لها من حيث لا ندري وقالها بهزار:
يا ساتر، انت قتلتي مين ودفنتيها هنا؟ البنت ركبها، خبطت في بعض وقعدت تحلف إنها ما قتلتش حد. طاهر ضحك وقالها: يا بنتي بهزر معاكي، ده أنا جيت أشكرك عشان وقفتك جنبي لما تعبت في الجنينة. وسألها: بس بجد إيه اللي دفنتيه ده؟ قالت له بحزن: ده فستان فرحي من أركان، دفنت معاه كل حاجة. طاهر هنا لنت ملامحه وقالها: انت فاكرة إنك المظلومة الوحيدة في البيت ده؟ إحنا شبه بعض يا دجلة، والعيلة دي داست علينا كلنا. وبعدين بدأ يوزها وزة ثعالب وقالها: لو مش عايزة الطلارق بشدة اعترضي في المحكمة، ولو عايزة نص ثروة أركان ده حقك وأنا هساعدك. هي قالت له: مش عايزة فلوس ولا عايزة راجل ما بيحبنيش. بس هو فضل يقنعها إنها تاخد حقها من كل اللي ظلموها، ووعدها يفضل في ظهرها. تاني يوم الصبح دجلة قاعدة في أوضتها وكلام طاهر بيلف في دماغها. وفي الناحية التانية طاهر راح لأخته نيلوفر وأداها ورق المناقصة اللي يخص فكرة وأسعد، وارج لو اتسلم أسعد وشركتهم هيكسبوا دهب وفكرة هيعلن إفلاسه. نيلوفر استغربت وسألته: جبت الورق ده منين؟ وليه ما اديتوش للشركة بنفسك؟ طبعا طاهر مش عايز يظهر في الصورة عشان تهديدات فكرة له، فقال لأخته: انت اللي هتسلمي الورق، بس بشرط تروحي تدي دجلة أحلى فستان من فساتينك الشيك. وفعلا نيلوفر راحت لدجلة وأديتها فستان بدلة فخم، ولما دجلة شكرتها قالت لها: أشكري طاهر، هو اللي طلب مني كده. دجلة لبست الفستان وشافها قدير ووقف مبهور وقال لها: إيه الجمال ده؟ أركان اللي جاب لك اللبس ده؟ ردت عليه بكسرة ونفس عزيزة: لأ، ده بات ليلته مع بورتشين. نيلوفر هي اللي جابت لي اللبس ده عشان الناس تبدأ تشوفني إنسانة زيهم. أدير استغرب حالها اللي اتقلب وسألها: إيه اللي غيرك يا دجلة؟ احكي لي فيه إيه؟ قالت له: هحكي لك كل حاجة بعدين. وطلبت منه يسجل رقمه على موبايلها لأنها وراها مشوار ضروري، وطلعت تجري بكل قوتها لحد ما وقفت قدام أسعد وطاهر وقالت لهم: أنا عايزة أطلب منكم طلب. بورتشين قاعدة ماسكة الموبايل والغلة هياكلها، الأخبار والجرائد كلها مفيش وراها غير سيرة دجلة وجمالها وكلامها المؤثر اللي خلى الناس كلها تتعاطف معاها. البنت بقت ترند وصورتها في كل حتة، والمصيبة إن الصحافة مهتمة بالدجلة أكتر ما اهتمت ببورتشين نفسها اللي كانت دي ليلة خطوبتها. وعوزبت فوق وجع، جات أمها وقعدت تأنب فيها وتخانقها عشان قضت الليلة في بيت أركان، وبتقولها: يا بنتي خلي عندك كرامة شوية. بس بورتشين ردت بمنتهى الغل وقالت: المشكلة مش في أركان، المشكلة في البنت دي. وحلفت في سرها وقالت: لو أركان والناس عاجبهم تمثيلية البراءة دي، فأنا بقى اللي هعرف إزاي أسحب البراءة دي منها، ومحدش يصدق إن اللي قالته للصحافة ده كان حقيقي. في الوقت ده أركان في الوقت ده أركان رجع البيت وقلبه بيدور على دجلة، ما لقاهاش. نادى على واحدة من الشغالات وأمرها أمر مباشر: فضي مكان لدجلة في دولابي عشان تحط هدومها. طبعا أمه إنجي كانت واقفة وسمعت الكلام وشاطت فيه وقالت له: أنت بتعمل إيه؟ كده هي مش هتوافق على الطلاق. رد عليها أركان وهو بيطمنها: يا أمي ارتاحي، دي هي اللي عايزة تطلق بشدة في أسرع وقت عشان تروح تتجوز أدير. إنجي اتصدمت بس في نفس الوقت ارتاحت للحل ده. المهم فورتشين اتصلت بإنجي وهي بتعيط وبتشتكي من الأخبار اللي مالية الدنيا عن دجلة، وإنجي حاولت تهديها بس بورتشين كانت قرشة ميلحة. نرجع لأركان اللي قابل قدير وسأله بلهفة: فين دجلة؟ رد عليه ببرود وقال: والله معرفش، هي جت طلبت أسجل رقمي على موبايلها ومشيت مع أبوك. أركان الدم غالي في عروقه، حاول يتصل بيها مرضتش، قام قدير مطلع موبايله واتصل هو. راحت رادة من أول رنا. طبعا أركان اتجنن، خطف الموبايل من قدير عشان يكلمها، بس أول ما دجلة سمعت صوته راحت قفلت السكة في وشه. تخيلوا الكبسة. قدير حاول يهديه وحكى له الحقيقة. قاله: أنا قررت أخطبها بعد ما كانت ناوية تهرب من القصر، وأنا بالعافية أقنعتها تفضل، وقررت أتجوزها بس عشان أحميها من إخواتها اللي ممكن يقتلوها لو اتطلقت. أركان اتهمه إنه استغل الوضع وقاله: أنت عارف إني أقدر أحميها،
وانا ما كنتش هطلقها الا لما الاقي حل يحميها من غيرك. قدير هنا طهق وطلع خلقه وقاله لو خايف عليها قوي كده ومش عايز حد يتجوزها يبقى ما تطلقهاش، وسابه وامشي. أركان خرج من القصر وهو بيفور، وفي الطريق كلم بلهجة تهديد وفكره بالاتفاق تقنع أسعد يدخلني الديوان مقابل إني أبعد فرمان عنك وعن دجلة. أول ما وصل الشركة الصدمة كانت مستنياه. لقى دجلة واقفة وسط الموظفين، حاول يكلمها بس هي كانت بتصده وبتهرب منه. سألها باستغراب بتعملي إيه هنا؟ قالت له بكل ثقة طلبت من أبوك أشتغل معاكم في الشركة وهو وافق، ومن النهاردة مش عايزة منك أي حاجة. وعلى حظها وصلت بورتشين الشركة في نفس اللحظة، وسمعت الموظفين كلهم وهما ملمومين بيتكلموا عن جمال دجلة وازاي انها لايقة جدا على أركان. بورتشين كانت هتنفجر، دخلت لأركان وقالت له أنا وأعضاء الجمعية معزومين على العشاء ولازم تيجي معايا. بس أركان بكل برود رفض وقال لها عندي شغل كتير ومش فاضي. دجلة كانت ماشية في الشركة برأس مرفوعة، عدت من جنب بورتشين وأركان، وبورتشين عينيها كانت بتطلع شرار وهي شايفة نظرات أركان اللي مش عارف يشيل عينه من على دجلة. لفت له وقالت له بتهكم هي ايه اللي جاب الفلاحه دي هنا؟ وليه ما اشتغلتش في الجمعيه بتاعه الاعمال اليدويه؟ دي اخرها غرز كروشيه. لما عرفت انها اقنعت ابوه اسعد بالشغل في الشركه قررت في سرها انها لازم تذلها وتعاقبها على الجرأه دي. اما اسعد الكبير فكان في مشاده مع بنته نيلوفر. البنت داخله وفرحانه انها كسبته المنقصه، لكنه صدمها وقال لها انت كده بتبيني لعالة وعلم اني ضعيف وبيكسب بشغل بنتي، وطردها من قدامه بمنتهى القسوه. بذمتكم ده قلب اب؟ ده جبل جير. أركان كان بيطارد دجلة عشان يكلمها وهي بتقول له سيبني في حالي أنا بدور على المخازن. ضحك عليها وقال لها تعالى أوصلك، وبدل ما يوديها المخزن خدها وطلع بيها على الجراج. لما قفشت اللعبة واتعصبت وقالت له رجعني فورا مسك ايدها قال لها لو لي خاطر عندك اركبي العربية وخلينا نتكلم كلمتين. وفعلا دجلة وفات بقلبها الطيب. ونروح بقى لفكرة اللي كان هيتجنن بعد ما خسر المناقصة. كلم طاهر وهو بيزعق وصوته جايب لآخر الشارع نيو روفر جابت الورق ده منين يا طاهر؟ دي خلتني أخسر كل حاجة. طاهر حب يزود النار حطب وقالوا أنت لسه شفت حاجة؟ ده أركان كمان أقنع أبوه وأعضاء الديوان إنهم يرفضوا دخولك معاهم، خصوصا بعد ما بقيت خسران وفلست. ونروح للجيفان اللي كلم فيرمان وقال له نفذت اللي قلت عليه وقادر دلوقتي واثق فيها تماما. فيرمان قاله خليك عينك عليهم، ومستحيل هسمح لقدير يتجوز دجلة حتى لو أركان طلقها. في القصر حوا طلبت من زهرة تنظف أوضة دجلة، بس زهرة قعدت تشتم وتقول مش هنظف للفلاحة دي. هنا ظهرت زليخة الحرامية اللي سرقت عقد إنجي، ندهت على زهرة وقالت لها بضحكة صفراء لو عايزة تخلصي من دجلة تعالي معايا ووافقي تنظفي الأوضة. زهرة شافت الشر في عين أختها ووافقت وهي مغمضة. نرجع لأركان ودجلة على الشط. أركان استغرب إنها مش طايرة من الفرحة زي أول مرة. دجلة ردت عليه بوجع كنت مبسوطة لما كان حبك مخليني شايفة الدنيا وردي، لكن دلوقتي كل حاجة انطفت وبقت ضلمة. أركان قال لها اطلبي أي حاجة وأنا أنفذها فورا عشان أشوف ضحكتك. قالت له أنت خاطب دلوقتي يا أركان وأنا ممتنة إنك أنقذت حياتي، بس كفاية كده، أي حاجة هتقدمها لي دلوقتي هتجرحني أكتر ما هتفيدني. سابته وقامت وطلبت منه ميمشيش وراها وركب التاكسي. هو طبعا ما سابهاش لأنها لما قالت للسواق واديني قصر الدور السواق بلم وقال لها فين ده يا بنتي. أركان قعد يضحك من قلبه وقال للسواق العنوان، ودجلة كانت هتموت من كثافتها. في القصر زليخة ورت أختها العقد اللي سرقته وحطته تحت مخدة دجلة زهرة، فرحت وقالت كده هيطردوها بالجزمة، وطلبت من أختها إنها متخليهاش ترجع الجمعية تاني. أما نيلوفر المكسورة من كلام أبوها جالها اتصال من تيومان وقال لها الديوان كله بيتكلم عن أخوكي. طلبت تقابله، ولما خافت من مراته طمنها وقال لها هي عارفة إن اللي بينا انتهى ودي مجرد هرمونات حمل ومغيرة عالية مش أكتر. وصلت دجلة القصر وأركان وراها، اطمن إنها دخلت وطلع هو على شركته. أول ما دخلت لقيت إنجي واقفة لها زي القضاء المستعجل ماسكة العقد في إيدها وبتصرخ يا حرامية العقد لقوه في سريرك. دجلة قعدت تحلف بميت يمين إنها ما عملتش كده، بس إنجي ما اديتهاش فرصة وقررت تطلب البوليس. حوا حاولت تكلم أركان بس دجلة منعتها بعزة نفس. في اللحظة دي وصل قدير وعارف المصيبة اللي حصلت. قدير واثق في دجلة أكتر من نفسه، دخل لإنجي وحاول يقنعها، بس هي اتهمته إنه شاركها في السرقة عشان أركان قال لها إنهم هيتجوزوا. قدير هنا قلب الوش التاني وهددها أنا عارف إنك أنت اللي دخلتي إخوات دجلة اسطنبول عشان تخلصي منها،
لو طلبت البوليس هقول لأركان على كل بلاويكي. إنجي خافت واتراجعت وهي بتغلي من جواها. قدير راح لدجلة وحواء وقال لهم خلاص مفيش بوليس، بس لازم نمشي من البيت ده فورا. دجلة استغربت وقالت له مش انت غيرت رأيك بخصوص الجواز؟ قال لها لا يا دجلة، أنا بس كنت عايز أواجه أركان الأول قبل ما ناخد أي خطوة. وبيسألها انت ليه بتساعديني يا نيلوفر؟ قالت له بصفاء نية يمكن عشان عايزاك تبقى مبسوط. وفجأة دخلت إيلين مراته ومعاها بنتهم، وأول ما شافتهم سوا تيومان خد بنته ومشي. قامت إيلين بصت لنيلوفر وقالت لها بمنتهى البرود كويس إنك ما خلفتيش ومش هتخلفي، لأن الأمومة دي شيلة تقيلة قوي عليكي. نيلوفر اتصدمت. عرفت منين؟ إيلين كملت عليها وقالت لها تيومان قالي إنك لما سقطتي ابنكم زمان حصلت لك مضاعفات وعمرك ما هتبقي أم تاني. نيلوفر الدنيا اسودت في عينيها وتعبت جدا، وجيفان شافها وجري عليها يساعدها. ما كنت تساعد أختك يا أخي الأول؟ بس نيلوفر حذرته إنه يجيب سيرة لحد إنها كانت بتبكي أو تعبانة. نرجع بقى للقصر. أركان وصل وعرف من حواء كل اللي حصل، وإن إنجي كانت هتطلب الشرطة للدجلة لولا تدخل قدير. أركان الدم غالي في عروقه، أمر حواء تجمع كل الخدم فورا. وقف قدامهم زي الأسد وقال في واحدة فيكم اتهمت دجلة بالزور، لو ما اعترفتش دلوقتي هطردكم كلكم. دجلة حاولت تهديه وتقول له بلاش، بس هو كان قفل خلاص. قرب من زهرة وقال لها لو انت اللي عملتي كده اعترفي وانا هسامحك بدل ما تترمي في الشارع. زهرة من كتر الخوف بعت اختها في تانية واعترفت ان زليخة هي اللي حطت العقد. زليخة اتصدمت وقعدت تبكي لان اختها غدرت بيها، وراحت تترجى انجي متمشيهاش، بس انجي كانت زي الحجر ولا بصت لها حتى. وفي وسط المولد ده جيفان كلم فيرمان وقال له غدير وأركان هيتعشوا سوا بره البيت النهارده، وده وقت الخطة بتاعتنا. في القصر جت مديرة الجمعية، ودي ست مفيش في قلبها رحمة، عشان تاخد زليخة ترجعها. البنت كانت منهارة وبتبوس ايد المديرة، ودجلة بقلبها الأبيض حاولت تفكها من ايدهم وقالت أنا سمحتها سيبوها هنا، بس المديرة خدتها بالقوة ومشت. دجلة راحت تلوم زهرا على غدرها بأختها، بس زهرة ردت عليها رد يحرق الدم وقالت احنا في عالم لازم كل واحد يدافع فيه عن نفسه، واختك انت كمان فين؟ ليه مش بتدافع عنك؟ وبالليل هدير وأركان قعدوا في مطعم هادي، وهدير كشف ورقة كله. قالوا أنا هسافر القرية أبيع أرض ورثتها من عيلتي عشان أشتري بيت ليا أنا ودجلة بعد الجواز، ومش هنسكن في القصر ده تاني، وهدور على شغل. أركان كان باين عليه الضيق والغيرة وقالوا بتهكم أكيد محتاج فلوس عشان الجوازة دي. أدير رد عليه بعزة نفس أيوة محتاج، بس هحل كل حاجة بنفسي، لكن يا عيني على غدر اللي مستنيهم بره. فيرمان وجيفان كانوا مراقبينهم من بعيد، وفيرمان أمر أخوه جيفان يرجع القصر ويسيب خطة الليلة عليه هو. يا ترى فيرمان ناوي على إيه؟ ونرجع للقصر. فورتشن دخلت للدجلة بوش ملاك وقعدت تلحقها عشان تخرج تتعشى معاهم. دجلة رفضت في الأول، بس بورتشين لعبت على وتر حساس وقالت لها الصحافة هتبقى موجودة، ولو حكيتي إنك اتعلمت القراية والكتابة وإنت كبيرة هتدي أمل لمليون واحدة زيك. دجلة صدقتها وخرجت، ويا ريتها ما خرجت. أول ما قعدوا حول السفرة الصحفية صاحبة إنجي نصبت الكاميرا وبدأت في الغل. دجلة في الأول كانت صامدة، بس الصحفية كشرت عن أنيابها وقالت لها بمنتهى القسوة إحنا مش مصدقين إن إخواتك قتلوا أختك، أكيد هربت واتجوزت وإنتي بتألفي القصة دي عشان تكسبي تعاطف الناس. دجلة حاولت تدافع وتبرر، بس هما كانوا عصابة عليها، استهزاء وتكذيب، لغاية ما دجلة انهارت وقامت من على السفرة وهي مش شايفة قدامها. طبعا إنجي وبورتشين وزعوا نظرات النصر، وبورتشين وعدت الصحفية إنها هتخليها رئيسة الجمعية مكافأة لها على الواجب اللي عملته في الغلبانة دجلة. في المطعم أركان وقدير الخناقة بينهم وصلت للسحاب. قدير قال سيب دجلة في حالها، ولو عايز تعمل خير روح لجمعية أمك. أركان حذروا يتعدى حدوده، والاتنين بقوا على تكة ويضربوا بعض عشان خاطر دجلة. دجلة كانت في أوضتها بتموت من القهر،
كلمت قادر وهي بتعيط: يا قدير، أنا عايزة أمشي، ربنا مش هيضيعنا، أنا مستنياك بره، أرجوك ما تتأخرش عليا. أركان سمع صوت عياطها وقلبه وجعه. سأل قدير فيه إيه؟ قدير رد عليه بعنف: أكيد أهلك عملوا لها مصيبة تانية، أنا هاخدها وأمشي دلوقتي. أركان اتجنن وقاله: مش هتاخد مراتي في أي حتة. بس قدير صدمه بالحقيقة وقاله: البنت دي ما شفتس يوم عدل من ساعة ما جت اسطنبول بسبب أهلك، وانت كل يوم بتشبه أبوك أكتر وأكتر. الكلمة دي نزلت على أركان كأنها قلم على وشه، خلاه يتراجع ويسكت. وهنا حصلت الكارثة. فرمان ظهر فجأة لقدير وطلع سلاحه وقاله: انت فاكر اني هسيب أركان الغني واخلي اختي تتجوز واحد فقير زيك؟ وبدون رحمة فرمان أطلق النار على قدير وخلص عليه. دجلة كانت واقفة مستنية قدير بلهفة، بس هو ما بيردش، والوقت بيعدي وهي هتموت من القلق. في اللحظة دي وصل أركان وكان شايط إنها كانت ناوية تهرب، بيمسك إيدها ويزعق: أنا مش هسيبك أبدا يا دجلة. هي قعدت تعيط وتقول له: سيبني بقى، أنت وفيت بوعدك وأنقذتني، ليه مش راضي تتركني؟ أركان بص في عينيها وكان خلاص هيقول الكلمة اللي محبوسة في قلبه: مش هسيبك لأني بحبك. بس يا خسارة، الحلقة خلصت والكلمة لسه على طرف لسانه. لو عجبتكم الحلقة متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واستنوني في ملخص الحلقة الجاية. سلام.